أهلا بيكم سنة أولى إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة تقييم الأسبوع الثامن عن درس عصر الدولة الحديثة، عصر المجد الحربي. يلا بينا نبدأ ونحل الأسئلة مع بعض. السؤال الأول: لمن تنسب الأعمال التالية؟ قام ب16 حملة في آسيا لتوطيد النفوذ المصري بها، ده الملك تحتمس الثالث. 2. قاد معركة قادش ضد الحيثيين، الملك رمسيس الثاني. 3. قاد أمراء آسيا في معركة مجدو، أمير قادش. السؤال الثاني أكمل. 1. دعا الملك امنحتب الرابع لعبادة إله واحد وهو الملك امنحتب الرابع هو أخناتون. دعا للإله آتون، وده بنرمز ليه برمز قرص الشمس. الإجابة هتكون الإله آتون. 2. كان معبد نقط هو المعبد الرئيسي لمدينة طيبة خلال حكم تحتمس الأول، معبد الكرنك. 3. انتهى العصر المتأخر بدخول نقط مصر بدخول الإسكندر الأكبر مصر. السؤال الثالث: بما تفسر 1. تسمية عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي؟ بسبب كثرة الانتصارات العسكرية اللي حققها ملوك هذا العصر، كالانتصار طبعا على الهكسوس اللي انتصر عليهم مين؟ الملك أحمس وطلعهم من مصر، والحيثيين اللي انتصر عليهم الملك رمسيس الثاني، وتكوين أول إمبراطورية في التاريخ امتدت في قارتي آسيا وإفريقيا. 2. يعتبر الملك رمسيس الثالث المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين، لأنه هزم شعوب البحر المتوسط وتصدى للليبيين الذين هاجموا حدود مصر الغربية. 3. ضعف البلاد بعد انتهاء حكم رمسيس الثالث بسبب تولي ملوك ضعاف وازدياد نفوذ كهنة الإله آمون في طيبة وتدخلهم في شؤون الحكم. يلا بينا نحل الامتحان التاني. السؤال الأول: اكتب كلمة صح أو خطأ. 1. امتدت إمبراطورية الدولة الحديثة من نهر الفرات في الشمال الشرقي إلى الجندل الرابع بنهر النيل، صح طبعا. 2. انتهى عصر المجد الحربي بسقوط الأسرة العشرين. عصر المجد الحربي اللي هو بيبدأ من الأسرة ال18 للأسرة العشرين، فالإجابة هتكون صح. 3. تولى الملك توت عنخ آمون عرش مصر خلفا للملك تحتمس الأول، غلط لأن احنا قلنا توت عنخ آمون تولى عرش مصر خلفا لأخناتون. 4. دعا الملك امنحتب الرابع لعبادة آمون، غلط، دعا الملك امنحتب الرابع لعبادة آتون. السؤال التاني: رتب الأحداث من الأقدم إلى الأحدث. اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، أول ما تشوف اكتشاف مقبرة بيقولك رتب الأحداث من الأقدم للأحدث، دي هتكون الرابعة على طول. يبقى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون دي هتكون رقم 4 لأنه تم اكتشافها 1922. الهرم الأكبر اللي بناه الملك خوفو في الدولة القديمة. معركة قادش الملك رمسيس الثاني في الدولة الحديثة. معركة مجدو الملك تحتمس. الترتيب بقى: 1 هيكون بناء الهرم الأكبر. 2 معركة مجدو. 3 معركة قادش. السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على تحالف ملك الحيثيين مع أمراء المدن السورية ضد رمسيس الثاني؟ ده هيؤدي إلى خروج الملك رمسيس الثاني لمواجهتهم، وتمكن الملك رمسيس الثاني من الانتصار عليهم في معركة اسمها معركة قادش، وبعد المعركة عمل معاهم معاهدة اسمها معاهدة السلام. 2 ما النتائج المترتبة على معاهدة السلام بين الملك رمسيس الثاني وملك الحيثيين؟ ترتب على ذلك استعادة مصر سيادتها على بلاد الشام وبعض جزر البحر المتوسط. 3 الصراع بين ملك كوش والمصريين أثناء الأسرة ال24، ترتب على ذلك سيطرة الملك الكوشي على معظم أراضي مصر، وتكونت الأسرة ال25. يلا بينا نحل التقييم الأسبوعي. ممكن يجيلك أسئلة من المجموعة الأولى أو المجموعة التانية أو المجموعة التالتة. المجموعة الأولى، السؤال الأول: دلل على صحة العبارة الآتية: اهتم الملك تحتمس الثالث بالمجال العسكري.
الدليل على ذلك ان الملك تحتمس الثالث خاض 16 حملة عسكرية في آسيا، وبنى أسطول قوي جدا استطاع انه هو يسيطر بيه على معظم جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا، واهتم بالتوسع في افريقيا، وشن حملته ال17 على بلاد كوش وانتصر فيها، وطبعا انتصر في معركة مجدو. 2. ما المقصود بالإمبراطورية؟ الإمبراطورية دي دولة كبيرة بتسيطر على مناطق وشعوب مختلفة تحت إدارة مركزية قوية جدا، وبتتشكل عبر الفتوحات أو التحالفات. 3. ما النتائج المترتبة على غزو الإسكندر الأكبر لمصر؟ ترتب على ذلك انتهاء العصر المتأخر وبدء مرحلة جديدة من تاريخ مصر. 4. حدد العلاقة بين الملك توت عنخ آمون والفنون المصرية القديمة. هتقوله تم اكتشاف مقبرته 1922 والتي احتوت على كنوز أثرية لا مثيل لها، وبكده هي بتعبر عن تقدم الفنون المصرية القديمة. 5. حدد عملا واحدا للملك تحتمس الأول. أول حاجة اتجه نحو الجنوب حيث أصبحت مدينة نبتة ضمن حدود مصر. أنا هقولك 3 أعمال. 2. اتجه إلى آسيا حتى وصل لنهر الفرات. 3. عمل على تطوير معبد الكرنك. كده دي أهم أعمال الملك تحتمس الأول. المجموعة التانية. 1. لمن تنسب الأعمال. اختار مكان دفن الملك تحتمس الثالث. انت هتشطب على كلمة التالت دي وهتكتب تحتمس الأول، لأن احنا خدنا في المنهج الملك تحتمس الأول اللي اختار مكان دفنه المهندس إنيني، يبقى انت كده هتشطب على كلمة التالت وهتكتب الأول، يبقى الملك تحتمس الأول اللي اختار مكان دفنه المهندس إنيني. 2. قارن بين موقعة قادش ومعركة مجدو من حيث الأطراف والنتائج. هتقوله معركة قادش كانت بين رمسيس الثاني والحيثيين، وانتصر فيها الملك رمسيس الثاني على الحيثيين، وبعد المعركة عقد معاهم معاهدة سلام. أما معركة مجدو كانت بين تحتمس الثالث وأمير قادش، انتصر تحتمس الثالث على أمير قادش واستسلام أمراء آسيا، يبقى انتصار تحتمس الثالث واستسلام أمراء آسيا. 3. دلل تاريخيا كانت آسيا محط أنظار الملك تحتمس الثالث. أيوة فعلا، لأنه هو قاد 16 حملة عسكرية في آسيا لتوطيد النفوذ المصري. 4. ما الأثر الناتج عن ازدهار مصر الحضاري في عصر الدولة الحديثة؟ هتقوله هيؤدي إلى أن أصبحت مصر طبعا مركز حضاري متقدم، ده هيؤدي إلى وجود تأثير متبادل مع الحضارات الأخرى. 5. وضح الشبه بين الملك أحمس والملك توت عنخ آمون في مجال التشييد والبناء. هتقوله إن الملك أحمس قام بإصلاح ما تهدم من معابد خلال فترة احتلال الهكسوس لمصر، والملك توت عنخ آمون أمر بإصلاح المعابد التي أغلقت أو تضررت خلال فترة حكم أخناتون. يلا بينا نحل المجموعة الثالثة. أول سؤال، دلل على صحة العبارة اختلفت اهتمامات الملك ابنحتب الرابع عن باقي ملوك الدولة الحديثة. هتقوله إن الملك ابنحتب الرابع اهتم بأمور الدين والعبادة، وقام بثورة دينية نادى فيها بعبادة إله واحد وهو الإله آتون. 2. ما النتائج المترتبة على معاهدة السلام بين رمسيس الثاني والحيثيين؟ ترتب على ذلك استعادة مصر لسيادتها على بلاد الشام وبعض جزر البحر المتوسط. 3. لمن تنسب الأعمال انتصر على شعوب البحر المتوسط وصد خطر الليبيين، ده الملك رمسيس الثالث. 4. فسر سبب تسمية عصر الدولة الحديثة ببناء الإمبراطورية. لأنهم نجحوا أصلا في تكوين إمبراطورية امتدت بين آسيا وإفريقيا من نهر الفرات حتى الجندل الرابع. 5. أكمل. انتهى العصر المتأخر بدخول مصر، بدخول الإسكندر الأكبر مصر. وبكده نكون خلصنا حل أسئلة الأسبوع الثامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.